السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم اختاريت لكم كيكات صغار بالكريمة ديال البرتقال، تقدروا توجدوهم في اخر لحظة وحتى من الطياب ديالهم ما كياخذوش الوقت بزاف، يعني ما كيمين با 10 15 دقيقة بالكثير على حسب الفران. وحتى الكمية اللي غادي نعطيكم كتخرج 6 الكيكات، وإلا بغيتو كتر راه كتدوبلوا المكونات. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاج كاس ديال الدقيق اللي هي تقريبا 140 غرام. غادي نحتاج واحد نص كاس قل 3 المعالق ديال الزيت. المهم انا غادي نعطيكم المقادير بالغرامات في الديسكريبسيون. نص كاس ما عامرش عاوتاني ديال عصير البرتقال، بيضه، نص كاس ديال السكر يمكن قل على حساب الرغبه. غادي ندير نص ساشي ديال خميره الحلويات، سكر فانيلا والقشور ديال البرتقال باش نزيدو نسموهم بالنكهه ديال البرتقال. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. في بول غادي نخلط بيضه مع السكر وسكر فانيلا. نتوما تقدروا تستغناو عليه بما اننا غنديروا قشور البرتقال وعصير البرتقال، غير هو انا كيعجبني هكا داك الميلونج، ومن نانيت كنقص ديك الزفوريات البيض. غادي نطربهم مزيان بالطراب اليدوي حتى ما يبقاش يبانوا لكم دوك الحبيبات ديال السكر، وغادي نبدا نزيد الزيت بالتدريج شويه بشويه، وغادي نزيد العصير البرتقال حتى هو بالتدريج وانا كنحرك. دابا غادي نزيد القشور ديال البرتقال، وإلا ما عندكمش الليمون، حنا كنقولوا الليمون، الا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالحليب. وكاين خلاص اللي كيعجبنا غير بالماء، ولكن من الاحسن الحليب اولا البرتقال، اللي انا ما كيعجبنيش. درت الدقيق وديك نص ساشي ديال الخميرات الحلوه. ومهم بزاف تغربلوا الدقيق وما تضيفوش دقه واحده. زيدوه بالتدريج وانتم كتحركوا بشي سباتشول ولا شي معلقه حتى تاكدوا بلا ما بقاوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. وراه هادشي علاش قلت لكم مزيان تغربلوا شويه وتخلطوا وتعاودوا تغربلوا وتخلطوا. نتوما غاديين هكا حتى كتكملوا كاع هذيك الكميه ديال الدقيق. هذه هي لا تيكستور اللي غتحصلوا عليها. وبالنسبه لليمون اللي استعملت هما هادو، خاصهم تكون فيهم ديك الحفيره الوسط باش ملي يطيبوا هكا نعمروهم باش ما بغينا. دهنتهم بالزيت اولا الزبده راه بحال بحال، وركزوا لي على هذوك الجناب مزيان باش ما يلصقوش. ودرت عليهم الدقيق حيت هذا النوع ديال الليمون صراحه ماشي شي كاليتي واعره. هادو الا ما دهنوش مزيان راه كتبقى ديك الكيكه لاصقه وما كتخرج غير بزز. بالنسبه للكميه ديال الخليط اللي درت، المهم انا درت وحدين فيهم 3 المعالق كبار. هاد المعلقه اللي عندي غارقه 3 كبار خرجوا ليا هما هادوك شكلهم زوين. وحدين اخرين درت فيهم غير 2 المغارف وما عجبونيش، ما جاوش منفوخين مزيان. دابا دخلتهم الفران من 10 حتى ل 15 دقيقه على 180 درجه وعلى حسب الفران اللي عندكم. بالنسبه لكريمه البرتقال درت نص كاس ديال عصير البرتقال، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال النشا اولا الكريم باتيسير اللي كان متوفر عندكم. وغادي ندير نص ساشي ديال سكر الفاني، هذا كيبقى اختياري انا كيعجبني. حركتهم مزيان مزيان على البارد حتى يتجانسوا كاع دوك العناصر مع بعضهم، بقاوش يبانوا لكم دوك الحبيبات ديال النشا. وزيدوا معلقه صغيره ديال الزبده. شوفوا لي شكلهم اللي كيطيبوا كيجيو غزالين بزاف، تقدروا تعمروهم باش ما بغيتو. بالنسبه للزين راه اختياري، انا دهنتهم بالمربى ديال المشماش، كونفيتير المشماش، ودهنت غير هذوك الجناب، هذيك الحفيره اللي الوسط ما دهنوهاش حيت غادي نعمروها من بعد بالكريمه. ودوزتهم في هذا الكوك محمر، راه كيجيو غزال بزاف. بهذه الطريقه احسن من الاحسن تحمروه. وكنعمر هذيك الحفيره بالكريمه اللي صاوبنا، وواحد الفخومبوزه من الفوق ولا شي طريف ديال الليمون ولا ورقه النعناع. المهم ديروا شي حاجه الوسط هكا باش كتعطيكم منظر زوين. هاد الكيكات صراحه كيستاهلوا تجربوهم. شريو غير ليمول زعما وشريو ليمول، راه كيجيو غزالين بزاف. نشوفكم فيديو جاي وبصحه والراحه.